هقول لك على تركاية تحسن لك 4 مهارات في اللغة بتاعتك، وعلى الرغم من كده كل اللي محتاجه منك ربع ساعة يوميا بس. انا مش ساحر والله، بس عايز اقول لك ان القناة دي كنز بمعنى الكلمة. ايه هم ال4 مهارات اللي تحسنهم في ربع ساعة بس يوميا؟ بس لازم ممارسة ولازم تستمر عليها، ويستحسن تكون كل يوم في نفس الميعاد. المهارة الأولى هي الاستماع الهورن، والمهارة الثانية هي الاشبريشن التحدث، والمهارة الثالثة الليزن القراءة، والمهارة الرابعة الفوتشاتس أو إن أنت يبقى عندك حصيلة كلمات كبيرة. تقدر تعمل كل ده في ربع ساعة بس عن طريق القناة الكنز دي؟ والله العظيم تقدر. وعلى فكرة النصيحة دي تنفع لبقية اللغات كلها، مش اللغة الألمانية بس. تعال أفهمك إزاي. القناة العظيمة دي اسمها دويتش ليرنن دوش هورن، معناها انك تتعلم ألماني عن طريق الاستماع. اكتب بس كده الكلمة دي جوه السيرش بتاع اليوتيوب وهيطلع لك القناة دي على طول. المفروض ان حضرتك هتلاقي هنا الهوم والفيديوز والشورتس والبودكاست والبلاي ليست والحاجات شبه كده. تدخل على البلاي ليست، تفضل تدور على المستوى الحلو بتاعك. سي اينس موجود، اتس فاي موجود، في كمان زي تمثيليه، في كمان زي حاجات تبع الاينس ديالوجا. انا هندخل على الاينس ديالوجا عشان انا هنا بخاطب اكتر الناس اللي لسه مبتدئين، لكن ده مش معناه ان القناه مش تنفع الناس الكبار او الناس المتقدمين، تنفع ده وده. انا عندي هنا اهو البلاي ليست فتحت. انا هفتح اول فيديو خالص، اول حاجه تيجي قدامي، ما عنديش مشكله. اول واحد اهو، احنا كده على اليوتيوب، خلي بالك ها. زي ما حضرتك شايف كده اهو، كل اللي حضرتك هتعمله انك هتفتح الديالوج، هتفتح الفيديو وبعد كده توقفه. ده المطلوب منك بالظبط، انك تكون موقف الفيديو بالمنظر ده. لما هيطلع قدامك الفيديو هتمسك موبايلك زي الشاطر كده وتسجل لنفسك وانت بتقرا. فانا هقرا كده هقول هالو ايش هايس كذا، ايش كومي اوس كذا، اوس مش عارف مدينه ايه، ايش سبريشه بورتوجيزيش und ايش لerne انجلش. بس سجلت لنفسي تمام. هروح موقف بقى التسجيل واسمع نفسي، وبعد ما اسمع نفسي هروح مشغل. بص كده ايه اللي هيحصل. هالو ich heiße Adriana Santos. بس انا هوقف كده بس عشان حقوق الملكيه زي ما قلت لك. المهم اللي انا عايز اقوله لك بقى ايه، ان حضرتك هتسمع، يعني هتصحح لنفسك. حلو الكلام. يبقى الخطوه الاولانيه، ركز معايا، الخطوه الاولانيه هتفتح الديالوج وتقراه حتى لو انت مش فاهم كويس، اقرا بس. قواعد النطق مالهاش علاقه بالفهم. الخطوه الثانيه هتسجل نفسك طبعا وتسمع نفسك. الخطوه الثالثه بقى انك تسمع هم بينطقوا ازاي. الخطوه الرابعه بقى، تعال اوريك حاجه خطيره بس يا رب النت يسعفنا. لما تدوس على علامه الاعدادات ديت او اللي هي السيتنجز، يعني هتلاقي عندك هنا ايه الكابشنز ديت. لما هندخل عليها هتلاقي في عندك ترجمه عربي. بص كده هتلاقي، بص الكلام مكتوب عامل ازاي. يبقى انا كده كسبت ايه؟ زي ما قلت لك انا كده كسبت اول حاجه خالص ان انا اتكلمت وعرفت ان لساني ينطلق. كسبت تاني حاجة انك عرفت تسمع الكلام ده. تالت حاجة انك عرفت تقرا. رابع حاجة انك هتستفيد كلمات. بس معلش، انا لما بروح لدكتور ما ينفعش ان هو يقول لي لازم تاخد الدواء ده مرتين، فانا اقول ايه انا عايز اخف بسرعة فهاخده 5 مرات في اليوم. انت كده بتأذي نفسك. فبناء عليه يا ريت ان حضرتك تعمل الخطوات اللي انا بقول لك عليها بالظبط بنفس الترتيب. ال 15 دقيقة دول هيكفوك بإذن الله. هتقول لي بس ازاي والفيديو ساعة؟ ما انا مش عايزه كله يوميا، مش عايزه كله في اليوم واحد. الفيديو ده تقسمه على 4-5 ايام، على اسبوع يا عم، ما عنديش مشكلة. خد كل يوم منه 5 أو 10 دقايق بس. كل اللي مطلوب من حضرتك ان انت تعمل الحركة دي يوميا. هتاخد منك 15-20 دقيقة، ولو انت بطيء شوية 30 دقيقة برضو مش كتير. بس تخيل 30 دقيقة بشكل مجاني، سواء بتاخد كورس او ما بتاخدش. وفي نفس الوقت حضرتك مجهودها قليل جدا بس فوائدها عظيمة جدا. يا رب تكونوا استفدت من الفيديو ومن الفكرة دي، واشوفكم في الفكرة الجاية على خير ان شاء الله.